بقى معقول اقل من ربع كيلو لحمه واكلت العيله كلها؟ صدقوني ده مش عنوان فيديو بكتبه كده وخلاص. والله العظيم ثلاثة انا وزنته كان يعني هو ربع كيلو ناقصين 5 جرام. تمام. بس هنعتبره ربع كيلو لحمه. طبعا لو انت عندك ربع كيلو لحمه والعيله مثلا كبيره شويه، طبعا والظروف صعبه، مش هتعرفي تعملي بيه، هتفضلي تشيليه من الفريزر تركني كده وتركني كده. طبعا هنعمل بيه النهارده ما شاء الله وجبه كامله متكامله هتكفي العيله كلها. وعايزه اقولك بقى هيشكروك عليها وطعمها جبار جدا وتكات سهله وبسيطه قوي. اول حاجه انا هعصج اللحمه اللي معايا ديت الاول. انا مش هعصجها على البوتاجاز خالص، لا مش هعملها عصاج، يعني انا هعملها كفته وهنشوف هنحطها على ايه وهنزودها بايه وهنعمل فيها ايه. بس ما تجريش الفيديو. ويا ريت يا حبايب قلبي اللي ما عملش لايك يا ريت يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك علشان يوصلكم كل اشعار جديد بنزله. يبقى اتك على الجرس واختاري كلمه الكل. بجد هتستفادي جدا ان شاء الله. من ربع كيلو لحمه هاكل العيله كلها ما شاء الله. غدوه بقى عايزه اقول لكم والله شكروني عليها. طعمها حلو ريحتها حلوه، بجد مفحفحه زي العسل. اللي هيجربها هتعجبه جدا. ولو ما عندكش ربع كيلو لحمه اشتري ربع كيلو بس واعمليها على نفس الطريقه. بجد باذن الله هتطلع مستفاده قوي ان شاء الله برضو من الفيديو ده. بس بعد اذنكم ما تنسوش اللايك. انا جبت بصلايه كبيره كده وفرمتها ناعم. وجبت كمان شويه بقدونس، يعني نص ربطه بقدونس كده. شلت العيدان وخدت الاوراق بتاعته دي وقطعتها كويس على ايدي. واحط شويه فلفل وشويه كمون واللهم صل على النبي وشويه كزبره ناشفه وملح. والمهم ايه، فضلت ادعك كده في الكفته كده وادخلها في قلب بعضها لغايه ما حسيت ان الكفته بقى لها خيوط كده، يعني صمغتها زي ما بيقولوا. جبت بقى بطاطسيتين كبار كده، طبعا على حسب افراد عيلتك. ممكن بطاطسيه كبيره قد ديت تكفيكم، ممكن بطاطسيتين صغيرين، ممكن 3. هتعملي على حسب افراد عيلتك. عامه البطاطس معايا كانت حوالي كيلو الا ربع مثلا من البطاطس تقديريا يعني. تمام. هقطعها بقى تقطعها مكعبات بقى، تقطعها كده زي ما انا مقطعاها. زي ما انت عايزه التقطيعه ديت برضو ترجع لك انت. يعني ممكن تعملها مكعبات وتعملها في صينيه عادي مفيش مشكله. ممكن اللي انا هعملها ديت تعملها في حله مش لازم صينيه، وتعملها على البوتاجاز وتطبخيها وتعملها مكعبات عادي برضو. كمان جبت معايا بصلايه، طبعا قشرتها وغسلتها وهبدأ برضو اقطعها حلقات كده واحطها مع البطاطس. تمام. طبعا الاكله ديت انا عايزه اقول لكم انا مش هعمل صينيه بطاطس بس، انا هعمل صينيه بطاطس وهنعمل شويه بقى رز حبه وحبه كده يعني في منتهى الجمال. واقول لك ازاي لو انت يعني لسه مبتدئه و... ودايما الرز ما بينفعش معاكي او دايما بيعجن. لا ان شاء الله هقول لك على تكايه حلوه قوي في الرز هتخلي الرز ما يعجنش معاكي ابدا ويطلع مفلفل واحده بوحدتها ومظبوط جدا ان شاء الله. وصينيه البطاطس سهله جدا وبسيطه لو مشيت على نفس التكات دي، مش فيها اي صعوبه نهائي. هتاكلي احلى صينيه بطاطس. بصوا بقى دي التوم اللي انا بخزنه من السنه للسنه اللي انا دايما بجيبه، باخد منه حته صغيره كده بسكينه. ما شاء الله شوفوا ابيض وحلو وناصع ازاي، دي من السنه للسنه بخزنه. ان شاء الله لما موسم التوم باذن الله يجي ان شاء الله من غير مقاطعه هعمله معاكم ونخزنه ونفرزه كده من السنه للسنه بقى. ولا تقعدي تتعبي نفسك ولا تقعدي تدقي في توم ولا تقعدي تقشري في توم، هو جاهز معاكي كده في الفريزر. طبعا صينيه بطاطس يعني توم، وتكتري فيها في التوم شويه. صينيه البطاطس مع التوم روعه، بيخلي ريحتها كده وهي في الفرن. انا عايزه اقول لكم يعني اللي ماشي قدام البيت هيقول ما شاء الله على الريحه، يعني جايبه لاخر الدنيا. احط بقى شويه فلفل اسمر هتبلها كده الاول، واحط برده شويه ملح، واحط شويه كمون. وهدعكم بقى في بعض. طب تقريبا انا نسيت احط الكمون او ممكن اكون حطيته. المهم يعني ان انا هبدا ادعكم كويس كده في بعض بالبصلايه بشويه البطاطس الحلوين دول. تاكلي بقى كده احلى صينيه بطاطس بالكفته، تحفه جدا. وما شاء الله هوريكم كمان الكفته ديت كانت معايا ما شاء الله عددها حلو. وكمان غير كده وكده كمان يعني هي محليه كمان صينيه البطاطس، يعني حتى مهما كان عددها هي برضو محليه صينيه البطاطس، مديها طعامه. يعني البقدونس مع تتبيله الكفته مع طعم اللحمه نازل كده في البطاطس مديها طعم حلو جدا. طبعا كنت نسيت احط الزيت على البطاطس، حطيت شويه زيت كده، رشيت شويه زيت كده على البطاطس عشان يديها كده تلمعه كده وطعم البطاطس. ولسه كمان انا فارمه طماطم كمان ما شاء الله ربع كيلو. طلعوا معايا شويه محترمين برضو من الكفته، انا والله ما عديتهم بس ما شاء الله كانوا كتير جدا. فرمت كده حوالي كيلو الا ربع من الطماطم وحطيته كده فوقها كده. طبعا انا مش هحط طبعا ملح، انا متبله بقى كله بالملح طبعا وبالفلفل ومظبطه الدنيا قبل ما احط الطماطم. حطيت الطماطم اخر حاجه.
هغطي عليها بقى واحطها في الفرن، في ارضيه الفرن طبعا انا مولعاه على اعلى درجه حراره. اول ما اشم ريحتها كده وهي بتغلي اهدي عليها، اخليها وسط كده واسيبها برده في ارضيه الفرن زي ما هي، والغطا متغطي برده لغايه ما تستوي. اول ما تستوي بقى واكشف كده احس ان هي استوت، ابص على البطاطسيه كده اعملها احس ان هي استوت، اروح جايه بقى حاطاها ايه على الشوايه تاخد لون كده، وهتشوفوها معايا في الاخر شكلها روعه. تعال بقى ما نعمل شويه رز حبه وحبه بقى. والطاسه اللي هناك ديت انا حاطه فيها زيت برده يسخن. هعمل معاكم بقى بدنجان بالدقه روعه. الدقه ديت برده انا معتمداها عندي في التلاجة وفي الفريزر. بجيب الفلفل الاحمر او بجيب الشطه وبفرم كده ايه قد مثلا كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، وهبدا ان انا بحطهم بعملهم بطريقه معينه وبعينهم بقى في الفريزر وبعين منهم في التلاجة. عملت بقى بدنجان يبقى معايا سهل جدا، عملت سمك بملح منه، عملت اي حاجه بيبقى الدقه دي جاهزه معايا على طول. بحط منها برضو على السلطات بتاعه المشاوي، بحط منها شويه على المكرونه في منتهى الجمال. هسيب لكم الرابط بتاع دقه الشطه ديت او هريسه الشطه، باذن الله انا عامله منها فيديوهين 2 باذن الله. اسيب لكم الروابط، ربنا يذكرني في صندوق الوصف. تعرفوا صندوق الوصف منين؟ هتتكوا على عنوان الفيديو هيدخلكم على طول على صندوق الوصف، هتلاقي فيه روابط الفيديو بتاع الدقه ديت، الدقه الجميله اللي طعمها حلو جدا، او الخلطه بتاعه البدنجان دي اللي هي متعدده الاغراض. هتعجبكم قوي باذن الله. باذن الله اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان تشجعوا كمان وتعملوها، مش هتاخد منكم دقايق وهتلاقوا نفسك عاملاها، وكمان يعني هتستفادي منها. يعني مش هتحملي هم بقى ان انت تقعدي تدقي للسمك، ولا تدقي تاني عشان تعملي بدنجانتين ولا اي حاجه. لا، الخلطه ديت جاهزه معاكي. حتى في البابا غنوج برضو، بدنجان البابا غنوج بتلاقيها برضو جاهزه معاكي في التلاجة او في الفريزر. تمام. طبعا رز حبه وحبه سهل جدا. بحط شويه اي بقى ماده دهنيه، سمنه على زيت، سمنه بس، زيت بس. انا بحب اطبخ بزيت ذره بصراحه. وبحط بقى شويه كده قد حفان كده في ايدك كده من الرز، واوعي تسهي عليه زي ما انا هسهى عليه دلوقتي. رحت اشطب المواعين وسيت عليه، كان هيتلسع مني بس الحمد لله لحقته على اخر لحظه. طبعا البتنجان حطاه على درجه حراره هاديه على عين صغيره يعني، علشان كده ايه يستوي كده من جميع الجهات كده، ما يبقاش ني. مش هعلي عليه درجه الحراره ويتشعوط مني. بصوا انا لحقت الرز كان هيشيط مني والله، كان هيتشعوط. الحمد لله لحقته على اخر لحظه. انا بحب بقى بعد ما بغسل الرز كده بحطه في الطبق بتاع في الغطا بتاع الحله بعد ما بصفيه كده، وبعدين ايه عشان ما اوسخش بقى مواعين كتير، عشان بقى اللي يطلع الرز مفلفل معاك ومش معجن ويطلع مستوي جدا والحباب حبيته كده وجميل. لازم تشوحيه، تديله تشويحه كده وتسخني كل الرز كده وتغلفي كل الرز كده، تاكدي ان هو اتغلف بالزيت، وتقعدي تقلبي فيه كذا مره كده وتجيبيه من فوق لتحته لغايه ما تحسي ان هو ايه اتشرب من الزيت كده وسخن كده معاكي. تبدا بقى تحطي الملح بتاعه وتحطي الميه بتاعته اللي هي القعد، والقعد بتاع الرز دوت يا دوب يغطي الرز، ما بيبقاش كتير زي الرز البسمتي. الرز البسمتي بيبقى ضعف الميه، زي ضعف الرز. لا دوت يا دوب الميه، لو كوبايه رز عليها كوبايه ميه، وعلى حسب نوع الرز برضو. الرز برضو المصري دوت انواع كتير، في رز بيقبل الميه الكتير وفي رز ما بيقبلش الميه الكتير. بغطي عليه بقى واسيبه لغايه ما يغلي. اول ما يغلي معايا ويبدا يشرب الميه ببدا اهدي عليه شمعه كده واقلبه تقلبتين واسيبه وبس، بيستوي بقى زي الفل. بصوا هوريكم دلوقتي الدقه. انا طلعتها من الفريزر لان كانت في التلاجة خلصت. البدنجان استوى بقى زي الزبده معايا. الخلطه اللي انا بقول لكم عليها هي او دقه البدنجان المتعدده الاغراض او هريسه الشطه المتعدده الاغراض، وبقى فيها برده مكونات. انا مش عباره عن شطه بس. انا زي ما قلت لكم هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وادخلوا اتفرجوا عليها. شوفوا كانت ماسكه هي علشان كانت في الفريزر، بس عادي ما فيش اي مشكله. حتى لو انا ما طلعتهاش تفك بحط منها في البدنجان وهي ماسكه كده، بتدوب في قلبه كده من السخونه، وبتبقى بتشرب البدنجان بيشرب من التتبيله دي، وبقى في منتهى الجمال. تمام. يعني انا كده هوت عملت غدوه ممتازه 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 من ايه، من ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طب انا دلوقتي لو ما عنديش لحمه مفرومه في الفريزر زي ما قلت لك تقدري تشتري ربع كيلو بس. اللحمه غاليه بره جدا جدا والاسعار مبالغ فيها زي ما احنا عارفين. فطب وليه بقى نروح نشتري مثلا مش عارفين نشتري او محتارين قاعدين طول النهار محتارين، طب هناكل ايه، طب هنعمل ايه، نص كيلو لحمه، لا ده انا مثلا اخر الشهر ومعيش فلوس، ده مش عارف ايه. لا، لو هتجيبي ربع كيلو بس وهتعملي الوجبه الكامله المتكامله ديت. والكفته كمان كانت طلعت، بص شويه كفته بقى عايزه اقول لكم زبده وبطاطس زبده كده، بصوا ما شاء الله عامله ازاي. وعايزه اقول لكم مستويين جدا جدا
جدا، مفيش كفتايه فكت معايا بالرغم ان انا مش عصره البصل، انا حاطاه بميتها. وشويه بقى رز حبه وحبه مفلفلين، وريحتهم بقى مش عايزه اقول لكم بقى، وطعمهم في منتهى الجمال. انا عايزاكم تجربوا الاكله ديت بجد، هتحبوها جدا جدا جدا. الكفته مديه لصينيه البطاطس طعم روعه، مع بقى مخلل مشكل بقى، او زي ما انت عايزه، مع شويه البدنجان اللي زي العسل دول، مع رغيفين كده عيش بلدي، وعيشي بقى حياتك يا ست الكل. هتاكلي احلى غدوة ممكن تاكليها بجد، والولاد هيشبعوا منها جدا، يعني أكلة مشبعة جدا جدا. لو هتعملي ربع الكيلو الكفتة لوحده مش هيعمل لك أي حاجة. يا رب تكونوا استفدتم، مع ألف سلامة.